وسهلا بالجميع. هذا مقطع رسم الحواجب أمبري بالأطراف وبداية الحواجب شعر شعر. نبدأ مشط الحواجب بشكل طبيعي، مش ما يكون فيها جل أو مسكرة أو أي شيء، تكون نظيفة قبل الرسم. صورتكم الأغراض في بداية الفيديو. نبدأ بالجل بس بطرف الحاجب من النهاية بنفس اتجاه الشعر، نرسم شعر شعر بشكل خفيف وطبيعي. كل ما كنا دقيقين كل ما كان شكل الحاجب طبيعي أكتر وشكله مرتب أكتر وما يحتاج تنظيف وتعديل، لأن الجلد تنظيفه مرة صعب، يوسخ الحاجب إذا تنظف. مشط بفرشة نظيفة الجل عشان ما يكتل على الشعر ويبين الشعر طبيعي وحر عشوائي. بعدين نبدأ نرسم على الجل بالشادو الباودر. نبدأ من النهاية، نعبي كل الأطراف والفراغات اللي باقي ما تعبت من الجل بنفس الطريقة، كأننا نرسم شعر شعرة من النهاية للبداية. درجة البودر تكون بالنهاية أغمق من البداية عشان الأمبري يبين متدرج. شعرة شعرة بالبودر من بداية الحاجب إذا الحاجب خفيف. إذا كان الحاجب فيه شعر من البداية ما يحتاج أصلا نرسم. بعدين نستخدم مسكرة جل عشان نثبت الشعر. نمشي الشعر بنفس اتجاه الشعر الطبيعي، ما نغير اتجاهه عشان ما يبين انه كأنه صبغة او كأنه قطعة واحدة، عشان يبين شعر شعرة وأمبري بشكل طبيعي. آخر مرحلة نحدد طرف الحاجب من تحت بكونسيلر يكون قريب من درجة البشرة، تحت درجة بسيطة جدا. نغطي فيه الشعر الزايد ونرفع الحاجب بالطرف بنفس اتجاه الشعر. نحاول أن ما نكثر الطبقة عشان نقدر ندمجها بشكل سهل بفرشة أنجل مشطوفة. وندمج بشكل طبيعي الكونسيلر، ونمشط الحواجب مسكرة طبيعية إذا حسينا إنه في جهة مكتل. وبس هذه النتيجة، وإن شاء الله يعجبكم المقطع. سووا اشتراك للقناة وتابعوني على انستغرام وسناب شات.